تتلعب على طول رمية التماس، وادي العرضية المرة دي من فتحي وجول. جول مؤمن زكريا يعملها، يستنى ويعملها مرة تانية. مؤمن زكريا صاحب القميص رقم 8 وفي المشاركة الأساسية رقم 8. العرضية على الطاير، جون على شمال عماد السيد، يتفرج عليها زينا زيه بالظبط. هدف جميل لمؤمن زكريا، لكن العرضية أخيرا العرضية أتقنوها عن طريق مين؟ أحمد فتحي. بص العرضية ازاي، بص مؤمن زكريا مفيش اوفسايد، وعلى طول من مرة واحدة عماد السيد على شماله. هدف أول للنادي الأهلي. الضغط بيولد الأخطاء وبيولد الأهداف. هدف رابع لمؤمن زكريا. قلنا ان عمرو مرعي وعمرو الحلواني ونانا بوكو سجلوا هدفهم الرابع هذا الاسبوع. مين يعملها؟ عبد الله ولا مؤمن؟ مؤمن بيرد عليا على طول بهدف على الطاير، لكن حسام البدري بيتكلم مع حد بيقول ايجابي بيحدث الفارق مع النادي الاهلي. ادي الكوره علي معلول لعبها لعبد الله اللي بيضم لجوه، وادي الوان تو الجميل، سدد اول مره تترد له، مصمم على التسديد وتعدي من بين رجل عماد السيد. حاول عليها عماد لكن الكوره عدت من جنب رجله. معلش يا عماد، ما شفتهاش في اول مره، شفتها تاني مره انها عدت من جنب رجلك، بتخبط وتغير اتجاهها تخدع هنا الحارس. وادي اللقطه الجميله للاعبي النادي الاهلي بالاحتفال. لاعبي الاهلي بيحتفلوا بالهدف الثاني لان ده هدف الاطمئنان. تاني حسام البدري بيركز مع الجمهور، بيركز مع الحضور. طلع الجيش يخطف الكرة الاماميه لوحده تماما. مؤمن بيغير اتجاهه لعبد الله مره ثانيه لمؤمن، كرة جماعيه، فرصه هدف جميل. علي معلول العرضيه لكن على طول التسديده فين؟ تترد الجونيور. مستني ايه يا راجل؟ اجاييه بيسجل الهدف الثالث للاهلي. كوره ده استنى وهدي وكأن لعيبه الاهلي هيتحايلوا عليه يسجل الجول، في الاخير بيسجل الهدف الثالث للاهلي. لكن الكرة حبه الاهلي لخبطه ولاعيبه طلائع الجيش بيقعوا على الارض، توصل لاجاييه بعد ما خبطت في القائم، بيقف ويهدى ويستنى وياخد نفسه ويسجل